الفقيد محمد السبوعي محافظ شرطة أول مشى ضحية عملية قتل على أيدي مجموعة كشفت الأبحاث إنها من المتشددين دينيا في جبل الجلود الأسبوع اللي فات في الليل المخر. ما كانتش حادثة مدبرة تماما، وتنجموا تتصلوا بفرقة الأبحاث الجرجاني وغيرها، ما كانتش مدبرة بالكل، كانت حادثة متاع صدفة. بالصدفة هالمجموعة مرت بالمرحوم وهو في سيارته، فخموا باش يرجعوا، قالوا نرجعوا له السيد هذا راهو في الأمن وسيارة أمن هذيك، ما يكفيش أنه في الأمن وينجم يراقبنا، هما خارجين في مهمة مغرومين ونصبوا أنفسهم أنهم مش يدافعوا عن الناس، مش يحموا الناس، عندهم مفق كبير، يخموا أنهم مش يجاهدوا جهاد عظيم. يا حبذا يكونوا يشدوا واحد سارق ويفكوا له الفلوس اللي سرقها وياخذوها، هذيك أحسن حاجة، ماذا بهم يتيحوا في العملية هذيك. أول حاجة ضربوه بالتورش الإلكتريك اللي فقدته معناها واحد، وحلوا عليه الباب وزاد ضربوه بالغاز، وبعد عاملوا فيه وجبدوا له اوراقه وخذوه وزاد تاكدوا منه اللي هو رجل امن. الاعتداء اصبح بالاسلحه البيضاء وادى الى الموت. الضربه الكبيره هنا على مستوى الراس هذه محلوله كومبليتمون، معناها تنجم حتى تدخل يديك في وسط الراس. كان ضربه في جنب هذا، السيد يضرب بسكينه المولين تاعو هذه محلوله، ثم ضربه لهنا هكا. إلا ديفوندي بيان، مش بيديه برك حتى من ظفره، هذا مكسر، هذا العظم هذا مكسر، معناها اليد هذه قصده ربي كم الجريمة نتاعو. واحد هذا من الفارين رجع زاد بقى كأنه عنده غل فيه زاد ضربه بالسيف الضربة هذه على الكروب، هي ضربة شنيعة ياسر. شفت بختي في راسه، شفت في وجهه، شفت في رقبته، شفت في جبينه اللي هيك جبينه كذا. المعلومة اللي هبلتني واللي خلتني نشد حتى الصحيح انه بشراه اكثر واكثر، اللي قالوا لي قلعوا له ظوافر. جريمة قتل شنيعة وغير مبررة. ان شاء الله عدين، خاطرش تقول لي مؤبد ما يبرد حد، لا انا لا خواتي ولا حد. وجعت ذولي تونس كامل، واللي يتعدى عليه يتعدى على غيره معناها. يعاملوا فيه كان انسان كافر بالحق، هم عندهم ايمان قاطع انه طاغوت، انسان في الامن ولا في الجيش والا في الحرس طاغوت عندهم هم. ضرب هكاك عشوائي وعندهم 22 طعنه في البلد. ساعات ثم ضربات ما تفهمهمش علاش ضربوه هكاك، ثماش قطع ما ثماش كلام هذا كله زايد. ما أشيع عن قطع المجرمين الأطراف الضحية مغلوط، لكنه ما يبررش فظاعة الجريمة. أنا حق أخوي عايش في بلاد تقتل شخص بالطريقة هذيك، إذا كان إطار أمني يموت بالطريقة هذه، نحن الناس العاديين كيفاش مازلنا نخرجوا في الليل؟ كان مش تعدى الحكاية هذه، ما يقاش تصدي عليها تطويق. راهو أنا في مخي سيناريو الجزائر عام 93 94 حضروا، واحنا باش نسمعوا في النهار 12 ذبحوا 18 و20.